تحديث هونيستا 9.1 صار باللغة العربية بالكامل. راح اشرح لكم التحديث الجديد لهونيستا اللي نزل اليوم بالتفصيل. اتمنى منك لا تقدم الفيديو، تابعه للنهاية، ومتأكد والله العظيم راح يعجبك الشرح. ولا تقدم واكتب لي بالتعليقات، واتحدى واحد يقول لي ما عجبني الشرح، لان المميزات الجديدة اللي انضافت والاعدادات اللي راح اسويها قدامك ولغة البرنامج كلها راح تعجبك باذن رب العالمين. في دول قلبك اذا كنت حاب محتوى التقنية اشترك بالقناة، فعل زر الجرس، خلي لايك للفيديو في دول عينك، تابعني على الانستغرام bk17h، وخلي نبدي بشرحنا. تمام يا شباب، حياكم الله. نزل تحديث جديد لهونيستا وصار باللغة العربية بالكامل. التحديث راح اخلي لكم الرابط مالته اسفل الفيديو، راح اخلي لكم الروابط مالته اختصارا بقناتي على التليجرام. اذا تريد بالتعليقات قناتي على التليجرام ادخل عليها وروح للتليجرام، حمل التطبيقات بشكل اسهل احسن لك. تمام. عندك البرنامج هونيستا بيه نسختين. اكو ناس هسه يقول لي نسخة 64 و32، شنو هذا النسختين؟ يا هل انزلها حبيبي؟ اذا جهازك قوي وحديث نزل ال 64، اذا جهازك من النوع الضعيف اللي يعلق والبرنامج يعلق عندك وما اعرف شنو، نزل نسخه ال 32. تمام. فنزلوا البرنامج، والافضل من قناتي على التليجرام رابطها باول تعليق. بعد ما نزلتوا البرنامج وكملتوا دخلوا عليه، راح تشوفون الواجهه راح تتغير عندكم بشكل عربي بالكامل. بعد ما كان انجليزي البرنامج حدثوه غيروه سووا عربي مثل ما جاي تشوفون هناك. احنا كنا نعرف انه كان يطلع انجليزي. تمام. ادوس القبول والاستمرار، واتمنى منك لا تقدم، لان راح اشرح لك المميزات الجديده اللي انضافت وفد اعدادي راح اسويه. راح اسوي اعدادات كامله مال الملاحظات ومال ريلز الايفون وهاي الامور كلها بشكل جاهز بدون ما تتعب. انا راح اشرح لك واوضح لك كل شيء بالتفصيل، بس خليك وياي. تمام يا شباب. بعد ما حطيت يوزر حسابك والباسورد تسجل دخول للبرنامج. تمام. عندك راح يفتح البرنامج بالواجهة نفسها القديمة، ولكن الفرق انه اللغة العربية صارت عندك بالبرنامج بشكل كامل. تمام. خليني هسه ابدي اشرح لكم. هنا تنطي كلمة سماح، وتبدي هنا تنطي او تخطي او سماح كيفك حسب جودة الاتصال. فانا خليني اطلع من هذه الامور. تمام. وانطي الغاء، عفوا دقيقة. اوكي، انطي كلمة الغاء وفتح البرنامج او فتح بهذه الواجهة. تمام. شوف الاعدادات الجديدة اللي تغيرت. لو دسنا علامة الضبط مباشرة الاعدادات القديمة الانجليزية راحت، الاعدادات الجديدة صارت. شوف مثل ما جاي تشوفون هنا عندك الاصدار 9.1. هذا التحديث. راح يجي واحد يقول لي انا بعد انجليزي. لا حبيبي، اتاكد هنا اعداد اصدارك 9.1 مو 9.0. تمام. شوف هسه نبدي نسوي اعدادات بشكل. بيش ابدي لكم بالمميزات لو ابدي لكم بالاعدادات؟ خلي ابدي لكم بالمميزات اولا. اول ميزه اللي اضافوها جديده طبعا اللغه العربيه. ثاني ميزه اللي اضافوها جديده تنزيل اصوات. مثلا لو فتحت اي فيديو ريلز، تمام، فيديو ريلز هذا مثلا عجبني انزله. تمام. كلنا احنا نعرف ندوس على الاشاره الفوق، بعدين نعطي تنزيل الفيديو. تنزيل هذا اللي اول وحده. حاليا ضافوا خيار جديد هو تنزيل صوت المنشور. يعني انت لو كنت مثلا شفت فيديو عجبتك اغنيه موسيقى اي شيء بي، تدوس على الخطوط الثلاثه وتنطي تنزيل صوت المنشور. هنا راح ينزل عندك فقط الصوت يعني. تمام. عندك المميزات اللي اضافوها الثانيه هذه مال الايموجيات، دمج الايموجيات. لو ضغطت على هذه وبعدين تدوس على هذه وبعدين تعطي كلمه تنزيل الادوات هذه هنا، راح تقدر تدمج ايموجيات بشكل يعني ما ادري شلون اوضح لكم، مو مهمه لكن ممكن تفيدكم ما تفيدكم ما ادري. جربوها انتم ودخلوا عليها وراح تفهمون. انا ما اقدر اشرحها هسه كامله. تمام. خليني ادخل عليها مثلا، خلينا نعطيها تشغيل. تمام. اوكي، طلعت لي هذه مثلا انه دمج الايموجيات. مثلا هذا الايموجي اختار ايموجيين، مثلا نقول هذا وهذا، فراح يدمج لك شكل على شكلين. ما ادري شلون اوضح لكم، ما ادري. المهم ما اشوف بها شيء حلو. خلاص خلي اطلع من عندها. خلينا نشوف مميزات البقيه. راح اخلي لكم ملفات 2 جوا الفيديو، راح اخلي لكم بروابط همين تحملوهن. انا نزلتهن هنا. انا هسه على مود اوضحهن لكم. هذا من الملفات الاثنين. جاي شوفون ذا الملفات الاثنين، واحد اسمه اعداد هونيستا اعداد المطور، وواحد اسمه اعدادات هونيستا المخفيه. تمام. شلون نستخدمهن؟ ندوس على علامه الضبط، وبعدين نجي على كلمه اعاده اعدادات النسخ الاحتياطي، بعدين استعاده النسخه الاحتياطيه ادوس عليها، بعدين ادوس على الخطوط الثلاثه الفوق، بعدين اختار اسم الجهاز، بعدين اروح على حافظه اسمها داونلود، تدور عليها الحافظه وينها اللي اسمها داونلود. تمام. هذه الحافظه ندوس عليها. تمام. هنا شنو تضيف؟ تتاكد اعدادات هونيستا المخفيه تضيف، مو تضيف الفوق لا، يعني تاكد من الكتابه اعدادات هونيستا المخفيه. هذه تدوس عليها وتختاره هو هذا.
تمام، اختاريت اني، بعدين نعطيه كلمة نعم. هنا ايش راح يسوي لي هذا الاعداد، او هذا الخيار اللي ضفته لكم جاهز، هذا راح يسوي لك الاعدادات المخفية، هو يشغلهن، اعادة تشغيل التطبيق. هنا ضبط لي الاعدادات المخفية، مثلا اكو ناس ما تطلع لها ملاحظات، اكو ناس مثلا ما يعني هو راح يرتب لك اياها تلقائيا. تمام تمام. الخيار الثاني لو دخلنا على علامة الضبط ودخلنا على كلمة اصلاح الاخطاء وبعدين استبدال اعداد الخادم، تمام، اجي اختار هنا اعدادات المطور، اتاكد احفظ هنا اعدادات المطور واعطي اضافه، فانطي كلمه نعم وانطي اعاده تشغيل. هنا راح يبدا عندي، اعطيها مساحه تخزين. اوكي، هنا انا ايش راح يبدا عندي، راح يبدا عندي هو تلقائيا يرتب لي الوضع. شوف هسه هون تغير شكله، طبعا انا هذا التليفون اصور بيه شلون ما كان، المهم ما له علاقه. فراح يتغير عندك هواي امور، مثلا فيديو الريلز، لو جينا جبنا فيديو ريلز، شوف تلقائيا صار عندي بشكل الايفون، يعني الريلز تلقائيا بشكل ايفون بدون ما اروح ادخل على الاعدادات واسوي واغير، هو تلقائيا سوالي ايفون. فانتم ذا الاعدادين نظفتهن لكم لازم تسووهن حتى على مود شنو، على مود تصير عندك الاعدادات كامله. تمام. لو دخلت على علامه الضبط وخيارات على هذا الخيارات السريه للانستغرام، هنا هذه الاعدادات شوفوا اللي اشتغلت، هذه هو تلقائيا الملفات اللي دزيتها لكم هو شغلهن. شوف هو شغلهن، يعني الاعدادات اللي خليتهن لكم هو مشغلهن تلقائيا، بعد ما يحتاج تروح تسوي اعدادات وهاي الامور. تمام. فالملفين اللي خليتهن لكم سووهن مثل ما علمتكم هسه، على مود انت بعد ما تتعب، يعني كل شيء يجي لك جاهز. تمام تمام. عندك لو دخلت علامة الضبط وبعدين رحت على السمة وواجهة المستخدم، هنا تدوس على نوع الرمز التعبيري وتختار ايموجي 17، هنا راح ينزل لك ايموجيات الايفون اللي هي 17. تمام. وعندك هنا اضافة خط القصة، هنا تقدر تضيف الخطوط، الرابط هم مخليه لكم باول تعليق، تقدرون تنزلون الرابط مال الخطوط، او قناتي على التليجرام ارسل لكم وتقدرون تضيفون هنا الخطوط. انا ما راح اشرح لكم هذا لان شارح عليها هواي فالناس تعرفها صارت. تمام. اكو ناس تسالني على الخلفيه مال المحادثه، ناس يقولوا لي الخلفيه مال المحادثه وين صارت؟ طبعا شالوها، حاليا شالوها. ماكو اي خلفيات محادثه، يعني ممكن ترجع ممكن ما ترجع، بعد هذا امور يمكن تبع ما ادري. المهم فهذه بالنسبه للتحديثات، وهذه للهونيستا الجديد اللي هو اصدار 9.1، لغته صارت عربيه، مميزاتها صارت احلى، صار سلاسه، حلوا مشاكل التعليق، تفتح ستوري ويطلع من البرنامج يعلق عندك، البرنامج تدخل عليه ويطلع، هذه كلها حلوا هالمشاكل. لو انت واجهت بالمشاكل او واجهت مشاكل بالبرنامج، فعندك تقدر تنزل نسخات قديمه، يعني او العفو نسخه 32 اذا يعلق عندك البرنامج. تمام، معناته جهازك ضعيف، فانت اختار النسخه اللي تناسبك. انا هسه حاليا منزل هنا نسخه 32 مثل ما جاي تشوفون، هاي 32 منزلها، فتقدرون انتم تنزلون ال 64 اذا اجهزتكم قويه. انا مجرد للشرح يعني، انا التليفون جبته والاعدادات ما حاجه اشرح، حاليا منزل لكم ملفات اثنين تقدرون تثبتوها مثل ما سويت قدامكم، وثبتوا البرنامج واستفادوا.